السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي ونخش على المطبخ نشوف الغدا ايه النهارده. احنا عاملين صينية لحمة بالمشروم تحفة. بصوا اسهل من كده مفيش، هي مش محتاجة اي حاجة. بصوا يعني انا عملت جنبها شوية رز على الاكل ده كده ما خدش ساعة. انا هنا بقى ايه هنعمل ايه؟ هنجيب الصينية اللي عندك اللي انت هتعملي فيها، وهحط فيها شوية زيت او شوية سمنة، يعني اللي انت بتستعمليه. وبعدين ديت اصلا اللحمة اللي هي الدوش اللي هي عند البطن دي ملفوفة كده، هي بالشكل ده هتفرد لما تفك. دلوقتي هي لسه متلجة. خلاص انا هديها بقى الصدمة اللي هي ايه، تاخد اللون خالص، يعني مش ما تستعجلوش عليها. خلاص ده يعني الوزن كيلو يا دوبك على قد الصينيه اللي انا عامله فيها دي. انا هنا كده هحمرها بالشكل ده وايه، وهسيبها شويه هي هتنزل بقى ميتها لما تفك. وبعدين يعني هتنزل مع نفسها، ما تستعجلوش عليها. هي بتاخدش غير فلفل اسود والملح، طبعا الملح مش دلوقتي خالص. انا هنا كده غطيت عليها. بصوا بقى بعد ما سبتها بتاع 10 دقايق بقى ده شكلها اهو، هي لسه متلجة زي ما هي. قلبتها على الناحية التانية عشان ايه، تاخد برضو اللون اللي انا عايزاه. وبعدين ايه برضو انا مش هستعجل عليها، هغطيها تاني ولا احط عليها مية ولا ملح. هو اكتر من الفلفل ما تحطيش، بس خليها تتحمر كويس وتاخد وقتها. وبعدين اهو شلت من عليها الغطا تاني، غطيتها شوية برضو. هنا بقى ابتدت فكت خالص من التلج، وابتدت تنزل بقى ايه كل المية اللي فيها. خلاص اهي فككت خالص. انا عايزاها بقى كده تبقى لونها ذهبي خالص وايه، ومش برضو مش هحط لها ميه خالص دلوقتي. اللحمه دي بتبقى تحفه وممكن تتاكل بالعيش. خلاص انا هنا كمان ايه خلصتها وقلبتها. وطبعا انا محضره بصلايه هحطها عليها على طول اهي. بس كده برضو هغطي عليها، سيبوها بتاع مثلا 10 دقايق تاني. هي كده نزلت المية بتاعتها وهتشربها. خلاص كده هي سبتها شوية بعد ما حطيت البصل وزودتها مية مغلية. خلاص انا مش هاجي جنبها بقى، هسيبها تستوي مع نفسها. حطيت لها ربع معلقة سكر لحد ما استوت. ده بقى المشروم قطعته كده بالشكل ده، انا عشان جايباه يعني فريش اخضر من عند بتاع الخضار. فايه حطيت له ربع معلقة سمنة واديته تحميرة كده عشان ايه يوصل للقوام اللي انا عايزاه. خلاص وبعدين انا هحطه بقى على اللحمه كده خلاص دخلت في السوا خالص. مش محتاجه اي حاجه غير الملح والمشروم ده هتحطيه عليها وبس كده. احلى صينيه لحمه ممكن تعمليها لو اللحمه ملبسه ومحتاره فيها مش عارفه تعملي فيها ايه، بتبقى تحفه. خلاص اهو بس كده. وده كان شكل الاكل. انا هسيبها شويه بقى على النار بتاع 10 دقايق. كنت محضره بقيه الاكل، عملت طبق بتنجان تحفه وعملت شويه رز ابيض ما خدوش ربع ساعه بس. وكده خلاص اهو. يعني بجد اللي هيجرب الطريقه دي هتعجبه جدا. طبعا احنا داخل علينا عيد، كل سنه وانتم طيبين. وبنحتار بقى نعمل ايه. طبعا بيبقى كل الاكل لحمه، لكن في حاجات كتير قوي ممكن تعمليها. وحضرت الرز وحضرت البتنجان اهو، وادي اللحمه اهي طعمها تحفه ومسكره عسل. وده كان شكل الاكل. بالف هنا وشفا على قلبكم. لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. السلام عليكم.